ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنوريكم اول روتين لينا في الاجازه. هنوريكم الروتين بتاعنا النهارده وهنقول لكم اليوم بتاعنا بيكون ماشي ازاي في الاجازه. اول حاجه صحينا الظهر وفتحنا الشباك كده عشان الشمس تدخل الاوضه والجو كان حلو قوي. وطبعا غسلنا وشنا واسناننا وصلينا الظهر وكمان قرأنا صفحه من القرآن وحاولوا تنتظموا على العاده دي. وبعدين دخلنا علشان نعمل الفطار. هنعمل مع بعض سلطه هتكون طعمها جديد بس هي مش صحيه قوي بصراحه، فهنقول لكم دلوقتي على ايه المكونات اللي تستبدلوها عشان تكون صحيه اكتر. قطعنا كابوتشي وقطعنا زيتون وخيار، وممكن تقطعوا اي خضار انتوا بتحبوه. وكمان عملنا بيض مسلوق علشان يكون فيها بروتين، وجبنا عيش لبناني وهنقطعه صغير ونقليه علشان يبقى يخلي السلطه كرانشي كده. وهنا بتيجي الحاجه اللي هي لو انتوا عايزين تعملوا دايت او كده طبعا مش هتنفع معاكم، هي العيش المقلي في الزيت. فانتوا ممكن طبعا تحمصوه في الفرن علشان يكون ما فيهوش زيت. وكمان احنا قلينا بطاطس ممكن تعملوها في الاير فراير او تعملوها مسلوقه او برده في الفرن علشان ما تبقاش مقليه بزيت، بس احنا قليناها بزيت عادي يعني، لان احنا مش هيلثي يا جماعه، احنا بس بنعمل حاجه جديده يعني. دلوقتي بقى بعد ما حطينا كل المكونات على بعض كده ورتبناهم هنعمل دريسنج للسلطه. فاول حاجه الاساسي في السلطه هو رانش صوص، بس لو مش عندكم ممكن تستبدلوه وتحطوا زبادي. وحطينا مايونيز وملح وفلفل وليمون وخل. دي كده مكونات السلطه. ممكن كمان تحطوا شويه لبن علشان الدريسنج يكون اخف كده والسلطه تكون جوسي كده. احنا برضو حطينا شويه لبن علشان حسينا ان قوام الصوص تقيل وكده مش هيتوزع كويس في السلطه، فحطينا شويه لبن علشان يكون اخف. وبعد كده بقى حطيناها على السلطه. وممكن يبدو ان انتوا يعني البيض مع الخضار مع كده، بس بجد كان طعمها حلو جدا رغم ان احنا يعني مش من عشاق البيض المسلوق. المهم بقى حطينا الرانش وحطينا رشه فلفل اسود كده وشطه. صباح الخير واللذاذه والحلاوه والاجازه وكل حاجه. طب وانت ليه حاطه صباح الخير بالطبق ده معايا؟ صباح الخير من غير الطبق، بكل حاجه اللي انا قلتها من غير الطبق. اولا كل سنه وانتم طيبين واجازه سعيده علينا، وحشتونا جدا 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 جدا، واسفين جدا على الغيبه الطويله، كانت فتره امتحانات صعبه جدا جدا. وعايزين نعتذر لفئتين من الناس، الفئه الاولى ثالثه اعدادي، الفئه الثانيه ثالثه ثانوي. احنا اسفين ان احنا بنعمل فيديوهات عن الاجازه وانتوا لسه بتمتحنوا، بس ان شاء الله تاخدوا الاجازه قريب ويعني هتتبسطوا معانا وكل حاجه، ما تقلقوش. فكل سنه وانتم طيبين وعيد سعيد علينا عشان العيد قرب، يعني العيد تقريبا باقي له اسبوع او اقل، واحنا متحمسين جدا. فاللي هو اجازه مع اجواء عيد مع في حاجه حلوه. العيد في الاجازه يا جماعه ليه طعم مختلف. هو العيد الصغير كان تحفه بس ده برضو بيبقى ليه كده. دلوقتي هنجرب السلطه اللي هي مش صحيه الى حد ما. يعني ايه؟ حاسه ان انا نسيت الفيديوهات كانت بتتصور ازاي. غيبه طويله، بس انا والله كنت متضايقه، بس انا مبسوطه جدا جدا ان احنا خلاص ان شاء الله هنبدا نعمل فيديوهات. هنعمل لكم ان شاء الله فيديوهات في الاجازه. بس يا جماعه اي تاخير من سبب هبه هي اللي بتعمل اديت، انا ماليش اي دعوه. تاخير بيبقى بسبب ايه. بيو 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 بيو. تقيل عليا يا جماعه. ايه ده انا مش اكيد. خلاص كفايه. طبعا هبه مقطعه الخيار ولا كأن في انسانه عامله تقويم قاعده معاها. والله العظيم اقولوا لها هي اللي عاملين تقويم ان انتوا بتاكلوا وعادي. هي دي بجد انا بحافظ على حاجتي. بعدين لو حصل حاجه انا هكلم الدكتور بنفسي. بصوا دوقوا انتوا الاول كده وقولوا لنا ايه الاراء. يلا حلوه بالهنا والشفا. يلا بسم الله. حلوه قوي، كل حاجه مديها الطعم بتاعها، يعني الزيتون معادل كده الطعم ومدي كده ايه حموضه كده ولذاذه. البطاطس كده مديها نكهه لذيذه هي والعيش طبعا مع الخضار. لا والله العظيم عجبتني قوي 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 قوي. بس انا كآية لو هرجع اعملها تاني مش هحط رانش اصلا، ممكن احط زبادي ومايونيز بس عشان الرانش يعني طعمه قوي جدا، بس هو مديها طعم حلو قوي. هو يعني طعمه حلو قوي بس عظيم تحفه. انا عايزاكم تكتبوا لنا في الكومنتس الحاجات اللي انتوا عايزيننا ان احنا نعملها الفتره الجايه. وكمان حاجه عايزاكم تكتبوا لنا انتوا بتعملوا ايه خلال يومكم، لان يعني لما بنيجي نصور لكم كده بحس ان احنا محتاجين ان احنا نعمل لكم خلال اليوم كده حاجات جديده ومش عارفه ايه وبتاع، ومحتاجين احنا شخصيا نجرب حاجات جديده. فقولوا لنا ايه الانشطه اللذيذه اللي انتوا بتعملوها خلال اليوم. الاوضه طبعا متكركبه من الامتحانات وكمان داخل العيد، فحاجتين مع بعض، ما بعد الامتحانات وما قبل العيد. ففي ترتيبه للاوضه انتوا هتقوموا تشوفوا دلوقتي قوي هما بيترتبوا. بصوا انا اصلا ما بحبش بياض البيض ابدا، ومع ذلك اهو ملوش طعم. اوكي دلوقتي بقى نروح نكمل فطار ونرجع لكم بالخطوه اللي جايه. يلا قمنا بقى بكل همه ونشاط علشان نرتب الاوضه. وطبعا بدانا بالسراير. السراير يا جماعه نص الاوضه، لو خلصت يبقى الاوضه خلصت خلاص. ورشينا طبعا المعطر بقى بتاعنا
تاني حاجه بقى عايزين نرتبها في الاوضه برضو هي التسريحه. ابتدينا ان احنا نشيل كل الحاجات اللي عليها وننضف المنظم اللي احنا حاطينه ده كويس جدا، ونضفنا برضو التسريحه، وبرضو لو في منتجات كده عليها اي اتربه او حاجه نضفناها وبدانا ان احنا نرصها من اول وجديد. وبرضه عايزاكم تقولوا لي لما بتشوفوني انا وهبه بننضف وبنرتب بتتحمسوا ان انتوا تقوموا تعملوا كده زينا، لان انا وهبه لما بنشوف اي فيديو فيه ترتيب وتنظيم بنتحمس جدا ان احنا نقوم، فبرضه دي حماسه ليكم انكم تقوموا ترتبوا علشان العيد داخل علينا. وطبعا عملنا حاجات تانية زي ان احنا كنسنا ومسحنا وكده اكيد، بس ما صورنالكوش. انا تعبت. هو في ايه؟ ده الدراسه كانت اسهل. بعد ما خلصنا صلينا العصر ولبسنا على طول علشان ننزل نجيب شويه حاجات كانت ناقصانا عشان العيد زي ما قلنا لكم. فهنا بدأنا بقى ان احنا نجهز علشان ننزل. لبسنا بقى اوتفيت سريع كده وحطينا ميك اب خفيف لان برضو الدنيا كانت حر قوي فمفيش اي حمل ان احنا نحط ميك اب، ونزلنا على طول. هذه محفظتي الكيوته، موبايلي، ودلوقتي هننزل نعمل يعني هو شوبينج بس خفيف، حاجات خفيفه كده، خفيفه جدا، حاجات خفيفه خالص. احنا اصلا مش هناخد وقت حتى علشان احنا ورانا اشغال يعني. 2000 years later. بعد لف كتير وفرهده كتير روحنا اخيرا. دلوقتي هنوريكم الحاجات اللي احنا جبناها. جبنا بيجامتين دلوعين كتكوتين للعيد. ادي اول بيجامه، ودي لا مش الاولى والتانية، دي الاولى بس. معلش يا جماعه عشان انا مش مركزه. بصوا ادي اول بيجامه، دي بيجامتي. على الصوره ازاي، ولونها حلو جدا ومش شبه بيجامه العيد الصغير خالص خالص خالص. جديده مختلفه متنوعه شبهها طبعا. يعني ما حدش بس يتخض ماشي عشان انا جبت بيجامه سودا، ما حدش بقى يقول لي جبتها سودا ليه، بس هي انا بحب اللون الاسود جدا، والقلوب اللي فيها دي كيوت قوي قوي، وبصوا هي قد ايه، والفيونكات دي انا عاشقه حاجه اسمها فيونكات بجد، فبصوا شكلها اهي، وده البنطلون بتاعها كيوت خالص اهي. ودي اخف شويه من البيجامات بتاعه العيد الصغير عشان بيجامات العيد الصغير كانت لسه ساقعه يعني شتا شويه انما دلوقتي احنا بقى خلاص في شهر 6 وكل سنه وانتم طيبين يعني. جبت مجموعه مسك عشان انا بقالي فتره عاشقه المسك جدا. ما علينا، بستخدم ديودرنت بادي ليشز بقالي حبه كتير وهو عاجبني، بس المره دي بقى ايه جربت ان انا اغير السنت فجبت المسك الابيض. كنت بستخدم جوز الهند، دلوقتي بستخدم او هستخدم اللي بالمسك لان هي استخدمتها وشكرت فيها جدا فانا هجيبها. وجبنا مسك ابيض برضو، ده يعني مسك خام. بصوا عامل ازاي، شكله تحفه وريحته كمان خطيره جدا جدا جدا. ده مش يعني انا مش هنستخدمه بيور كده زي ما هو، هنعمل بيه وصفه في فيديو تجهيزات العيد ان شاء الله. احنا هندخله جوه وصفه يعني وصفات طبيعيه وكده ان شاء الله في فيديو تجهيزات العيد. عايزه اقول لكم على حاجه احمسكم شويه، فيديو تجهيزات العيد اللي هو بتاع العيد الاضحى هيكون ان شاء الله كله بمكونات طبيعيه، ما فيهوش خالص حاجات جاهزه وكده يعني. أيوة، كله مكونات طبيعيه. كنا بنستخدم ماسكات جاهزه على طول للشعر وللبشره وكده، ففي ناس كتير طلبت مننا ماسكات طبيعيه، فباذن الله عملنا الدراسات الممكنه ان احنا نعمل اكتر الماسكات الطبيعيه المفيده اللي مش مضره خالص، مش الحاجات اللي من المطبخ دي. فان شاء الله احنا هنعملها لكم، تركبوا فيديو ان شاء الله تجهيزات العيد. اخر حاجه جبتها برده ديودرنت، انا مش عارفه في ايه حمله الديودرنت اللي جايه النهارده دي الزيت العود الملكي ده كريم، فهو اخف من البادي ليشز. ده بقى بيبقى في البيت كده يعني بيبقى لذيذ، انما ده تقيل بقى للمشاوير والخروجات وكده. مش عارفه افتحها ليه. ده طبعا حبيبي، انا مش عايزه اقول لكم دي العلبه الكام ان انا اجيبها في حياتي يعني. حبيبي حبيبي حبيبي، انا ما اعرفش يعني كريمه والله العظيم مش ديودرنت. لما تلاحظوا يا جماعه ان انا متنحه كده اعرفوا ان انا تعبت قوي 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 قوي. بصوا جبت لنفسي الحلق ده اهو. انا بقى لاحظت ان انا بقعد دايما من غير حلق، وكل ما اجي البس اقعد البس في الست حلقان وزهقت قوي قوي قوي. فبصوا خلاص هو ده كده هلبسه على طول، وهو صغنون كده مش اوفر ولا حاجه يعني. وده ستانلس كمان. وجبنا كومبو جديد، اخيرا غيرنا اللون اللي هو المعتاد بتاعنا. احنا على طول بنجيب الدرجه اللي هي دي، بصوا دي. دلوقتي جبنا حاجه على بينك اكتر، يعني مش عارفه شايفين الفرق اكيد. ان شاء الله يكون في فرق. الليب لاينر ده اغمق منه كده سنه علشان اللي هو نحطهم كده مع بعض، فحسيتهم كيوت كيوت كيوت. اللي هو بتاع بديل الفازلين ده تحفه 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 ومصري وقوامه حلو قوي، بنستخدمه في وصفات. وطبعا جبنا حاجات تاني بس حاجات بقى ايه طلبات للبيت، يعني حاجات مش اللي هي مشترياتنا بيستغلونا يعني، عارفين لما انتوا تبقوا نازلين لازم ان انتوا هتجيبوا حاجات. جبنا بقى معاكي الزبادي وشنطه ومش عارف. الصراحه جبنا شويه حاجات من توزيعات العيد، بس الصراحه لسه ما كملوش عشان ما لقيناش كل الحاجات اللي احنا عايزينها. بس يعني جبنا مصاصه. بصوا جبنا دول كده، احنا برضو عايزين نوريهم لكم من دلوقتي عشان لو حد عايز يلحق يجهز. احنا لسه والله العظيم بنجهز النهارده، يعني بقى حوالي اسبوع على العيد بالظبط. وكمان عشان احتمال فيديو التوزيعات ينزل اصلا بعد العيد بحبه كتير، فمن دلوقتي بنديكم الفكره لو عايزين تعملوا توزيعات. وجبنا المصاصه ده بيكون كيس فيه 50 واحده بس طبعا لسه ناقص حاجات كتير. صلينا المغرب وبعدين رحنا عشان نتغدى، واحنا النهارده هنتغدى رز وقلقاس وفراخ. وعايزه اقول لكم اللي ما يعرفش القلقاس، هو عباره عن قلقاس وبيتحط في ميه خضراء كده، يعني
كزبره وحاجات كده يعني، بس انا مش عارفه اوصفه لكم بالظبط عشان ما اعرفش الوصفه، بس هو قلقاس يعني. هو تقريبا ما حدش بياكله غير المصريين بس، فاثبتوا لنا بقى انكم تعرفوا القلاص تحت في الكومنتس. المهم صلينا العشاء وبعدين رحنا عشان ناخد شاور اخيرا. وشاور الاجازه ده بقى اللي بيكون فيه كل حاجه في الدنيا وبنحط فيه كل المنتجات اللي عندنا، ده بيكون احسن شاور في الحياه. فبدانا بقى ان احنا نحضر كل الحاجات. وهنا ايه كانت بتقول لكم ان هي غيرت بديل الزيت بتاعها علشان هي شعرها مش عايزه الحاجات اللي فيها بروتين كتير وكده، فغيرته لواحد تاني ما فيهوش كرياتين يعني. واكيد طبعا ده مش اول شاور من اول الاجازه، اكيد كنا بناخد شاور، بس الشاور ده بجد المره دي كان بضمير قوي واستخدمنا فيه كل حاجه ممكن نستخدمها. دلوقتي بقى بعد الترتيب والنزول وكل الفرهده قلنا بقى نسيب الشاور كده في الاخر علشان يبقى كده دي طعم اللذه. صراحه مش يعني احنا في العادي بنحط بقى حمام الكريم ومش عارفه ايه بتاع، بس احنا الصراحه قررنا ان احنا نحطه في الشاور عادي. وصراحه برده مش هنعمل حمامات زيوت ولا كده، لان ان شاء الله احنا هنعمل لكم تجهيزات العيد قريب جدا يعني، ممكن اصلا نصور لكم على بكره او بعده. فاللي هو يعني احنا كده نحطه في شعرنا الاول كويس قبل ما يستقبل اي زيوت واي حاجه احنا ناويين باذن الله نعمل. فاحنا كده كده هنعمل لكم عنايه العيد ما تخافوش، فاحنا هنعمل حاجه 2 في 1 كده بدل ما نعمل دلوقتي ونرجع نصور لكم تاني، فاهميني؟ طبعا انا كنت خلصت الشاور بتاعي وبسرح شعري وبرش بادي سبلاش، وايه يا دوب لسه طالعه من الشاور ولسه بتسرح في شعرها يعني. خلصنا احسن شاور في الحياه، الايفريثينج شاور بتاع الاجازه. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. ورحنا علشان نعمل العشاء، واكيد يا جماعه احنا ما اتغديناش وبعدين خدنا شاور بعدين رحنا نعمل العشاء على طول، لا اكيد كان بيبقى فيه فواصل كده في النص، بس احنا يعني مش بنصورها، بنقعد على الموبايل وكده. فالمهم ده مش عشاء ناس فطرانين سلطه الصبح خالص، احنا حطينا بصل وثوم وفلفل في زيت وبعدين بدانا ان احنا نشوحهم. وللعلم احنا بنعمل زي كبسه الهام، بس هي وصفه مقتبسه منها عشان هتفهموا دلوقتي احنا ايه التغيير اللي احنا هنعمله. حطينا بهارات عباره عن مرقه دجاج وبهارات مشكله وكركم وقرفه، وبدانا بقى ان احنا نقلب فيهم كده، وكمان حطينا رشه فلفل اسود، وبعد كده بننزل عليهم بالبطاطس. بنبدا ان احنا نقلب البطاطس مع التوابل ومع الخضار اللي احنا حطيناه في الاول، وبعدين بننزل عليه طماطم، والمفروض الطماطم تكون مبشوره بس هي ايه قطعتها، فهي في الحالتين طعمها حلو الصراحه يعني، بس هي المفروض في اصل الوصفه اللي احنا بنعملها بتبقى مبشوره. وبعدين حطينا بقى ميه مغليه وحطينا حبهان، واللي عنده ليمون ناشف او اللي هو اللومي يبقى يحطه، بس احنا ما كانش عندنا فما حطيناهوش. وحطينا الملح على حسب بقى الملح اللي انتوا بتحبوه. بعدها حطينا الرز، ورز بسمتي او رز مصري عادي اللي انتوا بتحبوه. وعايزه اقول لكم المصري والبسمتي طعمهم تحفه في الوصفه دي، احنا جربناهم بالاثنين. وبعدين بنغطي عليه وبنوطي النار وبنسيبه بقى لحد ما يستوي خالص. ودلوقتي هنعمل سلطه الزبادي. هنحط خيار مفروم وتوم مفروم، يعني الخيار مش هنفرمه قوي، هنخليه مبشور عشان يبقى طعمه حلو كده. وهنحط زبادي وليمون وملح وفلفل اسود ونعناع مجفف، او النعناع فريش برضه هتبقى لذيذه قوي. ونحط خل، واهم مكون يا جماعه هو دبس الرمان والشطه، بتخلي سلطه الزبادي في حته تانية خالص. لو مش عندكم دبس رمان ممكن تستغنوا عنه، بس احنا بنقول لكم ان هو بيدي بجد طعم حلو قوي لسلطه الزبادي. وبعد كده بقى بنقلبها كويس جدا علشان نقدمها مع الرز، ودي ألذ اكله احنا بناكلها في الحياه. وممكن كمان تعملوها في الغدا، تعملوا بقى جنبها فراخ او لحمه زي ما انتوا حابين. غرفناها كده وحطينا بقى الليمون والفلفل ورشينا رشه شطه كده من على الطبق من فوق. وبصوا منظر المعلقه بيكون عامل ازاي، بتاخدوا سلطه الزبادي وتحطوها على الرز وتاكلوا، بجد مفيش احلى من كده. وعلشان السهره تكمل مع الاكله التحفه دي فتحنا فيلم كرتون، طبعا مارد وشوشني ده اكتر فيلم كرتون احنا بنحبه، بس هنوريكم الاول واحنا بندوقها وبعد كده هنروح بقى نتفرج على الكرتون. خليني اقول لكم ان الريحه تحفه وان دي من ألذ الوصفات اللي انتوا هتجربوها. انا وجايه لو قلنا لكم احنا عملناها كام مره، دي اكلتنا المفضله. احنا هنجربها معاكم وهنتذوقها عشان نقول لكم فيها راينا اللي هو اصلا يعني معروف. ده كده بيكون منظر المعلقه. واو، دوقوا والنبي لا تدوقوا دي بقى بجد بجد دوقوها. امال الباقي ما كانش بجد؟ لا يعني الباقي بندوقها من اللي هو قالوا لنا رايكم، دي مضمونه. يلا دوقوا. بسم الله. تحفه بمعنى كلمه تحفه. دبس رمان زياده. حطيلي اوه، انا واقفه في العادي بنحب الصراحه نخليها تعجن، فاحنا بس حبينا ان احنا نعملها كده عشان تشوفوا شكلها. بس احنا اصلا في العادي الرز اصلا ما بيبقاش باين من كتر ما احنا بنحبها، اللي هو ايه تبقى دايبه قوي. فدلوقتي بقى هنروح ناكل مع شركه المرعبين المحدوده شلبي ومارد وشوشني. حاسه باجواء سعاده. لو النسخه اللي هتتفرجوا عليها مش متدبلجه بالمصري شركه المرعبين المحدوده ملوش لازمه كده بجد. ديزني كلها ممكن ما عدا مثلا سنو وايت مثلا، بس مع ان برضو الاغنيه بتاعت ويندو اندو اندو
حتى سندريلا لازم تتفرجوا عليها بالمصري. كان في اغنيه كده بيغنوها سندريلا سندريلا صبح وليل لا بجد المصري تحفه يعني. نبضة في شيء الغبار يلا كنوسي يلا مساحي. لا ايه مش اطبخي كنوسي يلا كنوسي يلا مساحي ممنوع تستريحي انده لا يشغلوها سندريلا. ولا بقى لما تسمعوا بقى نفيسة ودرية هما بيغنوا اسمع صوت العندليب فوق. تخيل لو حد مش عارف الحاجات دي لا ازاي يعني تبقى طفوله مأساويه دي ولا ايه؟ ده لا ما ينفعش اصلا، ما ينفعش عارفين ازاي يعني. ها ازاي هبه هتبدا تتعصب. دلوقتي بقى نكمل اكل ونتفرج على مرد وشوشني وتقريبا كده يومنا انتهى. بعد ما اكلنا وخلصنا فرجة على الفيلم قعدنا شويه كده، بعد كده الفجر اذن فصلينا ونمنا خلاص ما كناش قادرين. وده كان فيديو النهارده، نتمنى ان هو يكون عجبكم وبس. باي.